تم بناء جناح الموسيقى في بداية القرن العشرين، وكان واحدا من 4 أجنحة موسيقية في سراييفو. لم يبق منها حتى يومنا هذا غير جناح الموسيقى الذي نحن أمامه الآن. يقع جناح الموسيقى في حديقة أتميدان، وهو المكان الذي تتغير اسمه وطريقة استعماله عدة مرات. هي حديقة تقع على ضفة اليسرى لنهر ميلاتسكا بين الجسور لاتسكا تشوبريا وتيموريا. بعد تأسيس سراييفو مباشرة كان هذا هو المكان الذي تم فيه تنفيذ العقوبات العلنية، ولهذا السبب كان يسمى سياسة ميدان. وفي القرن ال17 كان هنا ميدان السباق الخيري، ومن هنا جاء اسم أتميدان، والتي تم تحويله إلى الميدان العادي. وفي وقت لاحق تم تحويله إلى مركزه فراني يوسف، ثم تم هدم جناح الموسيقى في بداية الحرب العالمية الثانية، وأعيد بناؤه في عام 2004. ويستند التصميم الجديد للجناح على المخططات الأصلية من فترة الحكم النمساوية المجرية. الجناح مغطى بسقف غير عادي يتكون من 3 أجزاء، وهو مصنوع عن قصد للفرقة آلات النفخ النحاسية التي كانت تعزف فيه. وجد المهندس المعماري مصدر إلهام لتصميم السقف في آلة البوق، وساعد هذا التصميم غير العادي أيضاً في تحسين الصوت. كان الجوق السيمفوني التابع للجيش يخرج إلى الشرفة المفتوحة للجناح يوم الأحد، فيهرع الناس إليها من جميع الجهات لاستماع الموسيقى. وهكذا مع الموسيقى والقهوة أصبح الجيش أقرب إلى المواطنين، وأصبح جناح الموسيقى أحد أماكن الاجتماعات الرئيسية لأهل سراييفو. بعد رحيل حكومة النمساوية المجرية ظل هذا المكان موجوداً، لكن بدون حفل موسيقي يوم الأحد. اليوم أصبح هذا المكان مقهى، وأتميدان حديقة فريدة من نوعها وأكبر حديقة في جزء قديم من سراييفو. أهلا بكم لتشربوا القهوة في هذا المكان العريق.